قضية سارة البحراني تكشف مصيبة بالوعي المجتمعي العراقي، وبديها من المواطن العادي وصعد فوق للنخب الفنية والإعلامية. عندنا شهود عليك، انت اللي مسويه وياه علاقة، انت اللي تطلبينه، انت اللي تريدينه. شهودكم منو؟ شهود الزور؟ إذا رجعت شي 10,000 سنة لورا يا صديقي فراح تشوف إنه الإنسان بدأ يكون مجتمعات بسيطة، وبالتالي ظهرت المشاكل بين أفراد هالمجتمع البسيط، وبظهور المشاكل ظهرت الحاجة لجهة أن تحل هاي المشاكل بطرق سلمية. وهنا برز دور زعيم القبيلة كقاضي لحل النزاعات بين أفراد المجتمع بالاستناد إلى الأعراف والتقاليد. مرت الأيام والسنين وتطورت المجتمعات البشرية شوية شوية، وبدت الأعراف والتقاليد تتحول لقوانين مكتوبة. والمفاجأة اللي ولا عراقي راح يتفاجأ منها إنه أجدادنا السومريين والبابليين هم أول من كتب القوانين، ومن هاي اللحظة انطلقت البشرية في تنظيم القوانين والمؤسسة القضائية لضمان حقوق الفرد وتحقيق العدالة وتنظيم الحياة الاجتماعية. المصيبة الكبيرة يا صديقي إنه الفرد العراقي المولود في بلد أنتج القانون قبل 4500 سنة ما يؤمن لا بالقانون ولا بالقضاء، وقبل أي إجراء يلجأ للسوشيال ميديا بطريقة شعبوية ممكن تضيع حقه حتى لو كان صاحب حق. النخب الفنية اللي المفروض نتعلم منهم من خلال أعمالهم الفنية صاروا سبب في فضح الوسط الفني، وأظهروا للناس بأنه هذا الوسط ما يتواجد به إنسان صاحب أخلاق أو عنده أهل يخافون عليه. وهذا مو رأي شخصي بالتأكيد، إنما الصورة اللي وصلوها لنا أطراف المشكلة. الإعلام اللي المفروض يعرض المشكلة ويبينها للمجتمع صارت مهمته أن يشوف الفيديو مرة ثانية وبطريقة مغزية كلش. بروح بيك اعطيني الموبايل خلينا نشوف المرة الثانية. لا بروح بيك تقدر ليطمئن قلبي. فعزيزي الفنان العراقي، ذكرا كنت أم أنثى، قبل لا تشغل المجتمع بمشاكلك وتبعدنا بدون قصد عن قضايا أهم مثل وزيرة المالية اللي تقول إنه أكو عجز بدفع الرواتب، وبنقين ريكاني اللي يقول ما عندنا فلوس، أتمنى تروح للقضاء بالبداية. روح للقضاء بالبداية، وإذا ما أنصفك فأكو سوشيال ميديا وأكو رأي عام افضحهم والعن سلفة سلفاهم. ما بيها مجال اشوف المرة الثانية؟ لا استاذ.